حد يقول لامي ان ممكن يتحط الجنزبيل في الشاي بلبن. ايوه جاي بالقهوه والشاي. هاي ازيكم يا جماعه، انا ايه، وحلقه النهارده ما فيهاش اكل خالص، فقلنا نجيب لكم 5 انواع مشروبات مش قهوه. طبعا انا شخصيا اي حد يعرفني يعرف ان انا ما بشربش قهوه كتير، الا لو تفاريح، لو رايحين كلنا كده نقعد في مكان ونطلب فرابوتشينو والحاجات الكيوت دي، انما في الطبيعي انا دايما بشرب شاي ما بشربش قهوه. النهارده قلنا نجرب 5 انواع لمشروبات مش قهوه. عندنا طبعا شاي كرك، عندنا جولدن ميلك اللي هو شاي المفروض ان هو هندي، عندنا لاتيه بالقرفه، وعندنا حاجات كتيره قوي بقى بالجنزبيل. فانا متحمسه جدا ان انا اجرب كل واحده فيهم. المشروب الاول جينجر لاتيه، يعني لاتيه جنزبيل، يعني ميه ولبن وجنزبيل. يلا بينا. انا شخصيا يا جماعه بحب جدا الجنزبيل. اوكي حسيت بالجنزبيل اوريدي، الريحه جنزبيل خالص، بس انا عمري في حياتي ما شربت جنزبيل بلبن، فدي هتبقى جديده. في حاجات يا جماعه معظم الحاجات دي بيبقى فيها اوريدي سكر. يلا. طيب يا جماعه، هو انا معرفش مين اللي اخترع الجينجر لاتيه ده بس انا ممكن اتكلم معاه ما بيني وما بينه كده، فتمام. يعني الواحد لو عايز يبقى زوره كويس ومناعته كويسه يشرب حاجه زي كده، انما لو عايزين نشرب حاجه غير القهوه مش ده يعني. طيب يا جماعه، من الواضح ان اللاتيه ده الوحيد اللي لسه بقول لكم بيبقى جواه سكر، ده ما فيهوش سكر خالص، ده يعني كانه حاطين جنزبيل ولبن بس. طيب يا جماعه، الجينجر لاتيه ده ب6 جنيه ونص، يا بلاش. طب انا شايفه برضو بعيني المجرده ان ده برضو جنزبيل، احنا ممكن نعدي ده ونجيب ايه، قرفه لاتيه، عشان ما يبقى نفسنا ما تجزعش. انا بحب القرفه عامه، بس برضو القرفه بتتشرب لما الواحد يبقى ايه، بردان، بطنه بتوجعه، حاجات كده يعني. فيلا نجرب اللاتيه اللي بالقرفه. مبدئيا هو من الواضح ان البراند ده ما بيحطش سكر، تمام. هو كده كده عامه السكر مش صحي قوي للبني ادم، بس يعني بيبقى حلو لو الواحد شرب حاجه طعمها حلو يعني مش لازم خالص نذل نفسنا ونشرب حاجات ملهاش طعم يعني. بعد كده هنبيع الحاجات دي كلها ب25 جنيه تحت على باب الاستوديو. يلا. تحفه يعني، قرفه بلبن، يعني الناس اللي بتحب القهوه عندهم حق بصراحه يشربوا القهوه. جينجر لاتيه كان ب6 ونص، القرفه لاتيه ب6 وربع، عشان فرق العملات بس. طيب ده يا جماعه شاي بالجنزبيل، ده شكله محطوط فيه سكر. كل ما بيزيد اماونت الحاجه جوه الكيس كل ما بنبقى متاكدين ان فيه سكر. ده عادي شاي بلبن بجنزبيل، وده يا جماعه العبوه اكبر وب4 جنيه ونص، يا بلاش. لا اله الا الله. طب يا جماعه، ده شاي بلبن، وسيبنا الشاي شويه فيه وحطينا حبه جنزبيل وما يتشربش، يعني ممكن عادي نشرب الجنزبيل لوحده والشاي بلبن لوحده. اوعوا حد يقول لامي ان ممكن يتحط الجنزبيل في الشاي بلبن. اللي بعده ده بقى الوحيد اللي انا متحمسه له. ليه؟ لان انا عارفاها اوريدي. ده شاي كرك. كرك ده يا جماعه اي حد راح الامارات وشربه هناك او عادي هنا في التجمع هيعرف ان ده اكتر انواع الشاي اللذيذه المختلفه. يعني ده شاي بلبن بس عليه كده جواه تويست، فيه حبهان، قرفه، فيه كده حبه جينجر، فبيبقى طعمه مختلف عن الشاي بلبن العادي. برضو بيبقى محطوط فيه عسل او سكر، فبيبقى مدي طعم احلى من ان احنا نشرب حاجه ملهاش طعم كده خالص. يلا ندوق. ريحه الشاي كرك عادي الاماراتي، انا متاكده ان هيبقى طعمه حلو برضه. تحفه، خطير. دي احلى حاجه، مش عشان حاجه، انا بحب الجنزبيل عامه وبحب كل الحاجات دي، بس ده طعمه كده مشروب غير القهوه، يعني حاجه تتشرب كده بمزاج كده، يتحبس بعد الاكل بيها. وبعدين ده ب4 جنيه ونص. فين قهوه نروحها احنا في البلد دي نقول له لو سمحت اعمل لي شاي كرك ب4 جنيه ونص؟ هو دي الحاجه الوحيده اللي تقريبا هتكسب النهارده. اخر واحد دي اختي. ماشي. طيب ده يا جماعه مشروب انا سمعت عنه قبل كده بس عمري في حياتي ما جربته، الا وهو الجولدن ميلك. الجولدن ميلك ده المفروض ان هو مشروب هندي بيساعد على المناعه جدا، بيقوي المناعه. الجولدن ميلك ده يا جماعه لبن وشويه حاجات تانية، وفيه كركم، جنزبيل، وفلفل اسود. طب ما احنا ممكن ننهي الحلقه يا جماعه وخلاص، انا بشرب عشان انتوا ما تشربوش. اكتر حاجه في الشتاء حلو جدا للمناعه. يلا. الريحه يعني مش قادره اقول لكم، ده تقريبا هتبقى اوحش حاجه انا شربتها في حياتي من ساعه ما اتولدت. الله، خطير، تحفه. لو هشربه مش هشرب كوبايه كامله، انا هشرب
حبه صغيرين وبضرب الجزمه عشان ماما. الحاجه الوحيده البديل للقهوه بالنسبه لي هي الكرك. كل الحاجات دي بقى بالنسبه لي يعني تتشرب لو عندنا برد او في حد هنتخانق معاه يعني، او غتاتة. طيب بسرعه كده يا جماعه نبص على الخمس بقى حاجات اللي احنا شربناهم. انا ماسكه ده عشان ده اكتر حاجه انا حبيتها. ده القرفه لاتيه باي، ده الجينجر لاتيه باي باي برضو، ده الجينجر تي مع السلامه، وده الجولدن ميلك. اكتر حاجه في الدنيا يعني انا ممكن اشربها واجيبها عادي وب6 جنيه وربع هو الكرك. يعني جربوا يا جماعه الحاجات دي وقولوا لي انتوا بتحبوا عامه الجنزبيل ولا لا. لو بتحبوا القهوه فانتوا بتحبوا قهوه ايه. اشوفكم الحلقه الجايه. يلا باي باي.